كلمة السر في موضوع التسعير دايما بالنسبة لي قالها واحد اتعلمت منه زمان. قال ان لو تيكت بيساوي لو تاتش، هاي تيكت ايكوالز هاي تاتش. يعني انا لو عايز اخد من الناس فلوس كتير فده هيتطلب مني مجهود كبير وهاي تاتش معاهم، ان انا بتعامل معاهم في مكالمات بشكل مستمر وما الى ذلك. وفي نفس الوقت لو انا مش عايز اتعامل مع الناس بشكل مباشر دايما فده هيكون لو تيكت. فكلمة السر هنا في التسعير، هل انت عندك استعداد تكون متعامل مع الناس بشكل مستمر، بتطلع معاهم باستمرار، حتى لو انت مش هتطلع بنفسك بس في كوتشز معاك، في ناس مدربين انت جايبهم تحتك يساعدوا الناس بشكل هاي تاتش. لو انت حاجة زي كده تقدر تسعر بسعر كبير. لو ما عندكش الخيار ده فانت اخرك هنا هيكون الميديم تيكت، اللي هو ان انت بتخلي الناس تدفع 100 200 $300 $500 ماكسيمم عشان تقدر تبيع الموضوع ده، مش لواحد او اتنين، لا تبيع ويكون الموضوع بيجي لك عملاء بشكل مستقر. والاهم من ان هم يجوا لك بشكل مستقر ان هم يكونوا راضيين عن الخدمه وعن الفلوس اللي هم دفعوها. بشكل شخصي مش بقول اصلا عدد الساعات بتاعت اي دوره، لان انا ببقى عارف دايما ان انا لو قلت الدوره دي 5 ساعات وفقط ب $27، بعض الناس هتقول يا 5 ساعات كتير قوي، انا ما عنديش مثل هذا الوقت. وبعض الناس هتقول يا انا هدفع $27 عشان اخد 5 ساعات بس. ففي كل الاحوال هتلاقي في ناس مش راضيه عن عدد الساعات. فبقيت مقتنع تماما ان العميل مش بيدور على عدد الساعات حتى لو سألك عليه، لكنه بيبص على الترانسفورميشن، بيبص على ايه التحول اللي انا هاخده لما هنضم للدوره دي ايا كان الفلوس اللي انا هدفعها فيها. فلو انا دايما بقيت ببدأ بالتحول، انت هتدخل الدوره دي هتطلع منها من واحد مبتدئ في الاعلانات لواحد قادر تتوسع في اعلاناتك لفوق $10,000 شهريا. فكرك هيفرق معاه اصلا عدد الساعات؟ مش هيفرق.